أيتها الفنة، هاي. بعد واحد الغيبة لا بأس بها، أخيرا لحقت نصايب لك هاد الفيديو ديال اليوغا. هاد الفيديو درتو لثلاثة ديال الأسباب. الأول حيت وحشت نبوستي فيديوهات ديال اليوغا. الثاني حيت كاينين فنات كيعجبهم هاد النوع ديال الفيديوهات. والثالث باش ندير الأسئلة اللي وعدتكم نجاوبكم عليها. اغلب الحركات اللي كاينين في هذا الفيديو ماشي ديال المبتدئات، ولكن خليك معايا الا بغيتي تسمعي الاسئله كانوا كتار، فاختيت منهم اكثر اسئله كيتعاودوا، اغلبهم فنات باغين نصائح ولا تريكس اللي يقدروا يعاونوهم في الشطيح. قبل ما ندخل في الاسئله، دوك اللعيبات الغوز سميتهم اليوغا بلوكس، تيعاونوك في ستريتشينغ سواء كنتي مبتدئه ولا لا. طبعا هاد البلوكس ماشي ضروريين، تقدري تعوضيهم من مخدات صغار. اول سؤال ديال الفنات ما كانش سؤال، حيت بغاوني نهضر على راسي شويه، كيفاش اكتشفت الموهبه ديالي. بحال اي بنت عاديه في صغرها كانت كتشطح وكتسد عليها باب بيتها، وكتشطح على اي حاجه كانت، المهم هاد الحاجه يكون عندها صوت. كنشطح على اي حاجه، على اي ستيل، حتى كنطيح في 2003 على الفيديو كليب ديال روبي انت عارف ليه، اللي كان اول مشهد فيه خارجه في لندن باللبسه ديال الشرقي. من تما قلت ما هذا من تما غرقت. اما على الشعبي فهذاك ديالنا، اللي ما شطحتش على شي اغنيه شعبيه وقيته ديال الشقه غالبا غتكون شطحات في شي عرس. next question، علاش كنبغي نشطح والو ما كنقدرش؟ علاش عندي جنب ما كيتحركش؟ هاد السؤال بالضبط ديال علاش ما كنقدرش نشطح فضفاض. تقدري تكوني مولفاش كتحركي، تقدري تكوني ما لقيتيش الطايب ديال الاغاني اللي كيعجبوك وتيجروك تشطحي، تقدري تكوني ما عطيتيش راسك فرصه اصلا تجربي، وتقدري بكل بساطه تكوني مهتماش بالشطيح. ما نقدرش نعطيك جواب اكزاكت، ولكن غالبا ما مولفاش كتحركي، كتشطحي دقيقه وكتعياي. علاش؟ حيت بكل بساطه الجسد ديالك ناعس، ما كتحركيش، ما كتمشايش، ما كتجريش، ما كتلعبيش الحبل وما كتجبديش. وسطري ليا بالحمر على هاد ما كتجبديش، عليك باليوغا الفنه. بالنسبه للجنب اللي ما كيتحركش فراه حاجه عاديه وقعت معنا كلنا، يعني ما تخافيش، ما راكيش بوحدك في هادشي. طبيعي يكون عندك واحد الجنب مفضل على الجنب الاخر، حيت لا اراديا ملي كتبداي كتشطحي بداك الجنب اللي انت كتخدمي به. نهار تعلمتي تكتبي اول مره، تعلمتي تكتبي بواحد اليد وبقيتي معاها، الا جربتي تكتبي باليد الاخرى ستيلو ما غتقدريش تبلاصيه بين صباعك بسهوله. ببساطه حيت ما عمرك فكرتي فيها. بغيتي تخدمي بالجنب الاخر غادي خصك وقت، ولكن غير بداي غتلقي بشويه بشويه. الوزن واش ضروري في الشطيح؟ انا غليظه وكنحشم، انا رقيقه وكنحشم. هاد القضيه الفنه سميتها البادي شيمي، يعني اننا كنحشموا من شكلنا كيفاش داير. غالبا هاد الشيء جاي بسبب التنمر وبسبب دوك الاحكام اللي كنطلقوها على بنادم واللي ما عندها حتى معنى. الشطيح ما عندوش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالنسبه ديال الشحمه اللي عندك في الجسم ديالك. الا كنتي كتحشمي فراه خاصك تبذلي واخا غير شويه ديال المجهود باش تحيديها. نهضر على الحشمه، اما الشحمه ما غنهضرش عليها، لان كل فنه حره في انها تبغي الوزن ديالها.
الأغلاظ ولا الضعاف it's up to her. إلا كنتي كتحشمي سدي عليك بيتك وأطلقي العنان لراسك قدام المراية. إلا لقيتي راسك مازال كتحشمي هذه علامة تعطاتك باش تبدلي الشكل ديالك لأنك ما راضياش على راسك. زرقاء أنا لا علاقة، بحال مضروبة بكراطة، معوقبة، كوانسية. هادو كانوا مصطلحات من عند عشرات الفنات اللي تيقولوا على راسهم هاد الهضرة. شنو دار لك راسك حتى تجلديه بهاد الشكل؟ الا كنتي نتي براسك كتقولي على راسك هادشي اش خليتي المتنمرين؟ الا انتي ما شكرتيش راسك وبغيتي راسك وتكيستي على راسك واش كتسني من الناس الاخرين يديروا لك قيمه؟ كتسنيهم يبغيوك؟ انتي عاطيه لراسك صليه وطليه، اشنو كتسني من راسك يعطيك؟ غنخليك انتي تجاوبي، انا بعدا ما غنجاوبكش على هادي. It's too hard. السؤال التالي: واش ضروري المؤهلات باش نعرف نشطح؟ الجواب القصير لا. الجواب الطويل: الشحمه ما عندهاش دور قد ما العضله هي اللي لعب البطوله هنايا. الوزن زايد ناقص وهذا الشيء كنت قلته قبيله. الا بغيتي تشوفي راسك كتشطحي مزيان قدام المرايه خاصك المرونه، يكون الجسد ديالك فليكسيبل. شنو اللي كيكون مرن؟ العضله هي اللي كتجبد باش بالستريتشينغ ولا اليوغا. شنو تمارين المرونه اللي كيخصني نركز عليهم اكثر في الشطح؟ ما عنديش شي تمارين محدده اللي نقدر نعطيهم لك، حيت ملي غتبداي تعرفي على الجسم ديالك من دايتك راسك غتميلي الحركات اكثر من حركات وحدين اخرين، وهذه حاجه زوينه. مزيان يكونوا عندك حركات مفضلين عندك، حيت هذا الشيء غيزعمك تكملي مع الستريتشينغ. وحيت الجسم ديالنا كله مكونيكتي مع بعضياته فراه غتحتاجي تخدمي كل شيء، حيت الجسد ديالك كامل كيشطح. الا بغيتي تعرفي شنو كيعجبني نخدم اكثر، ظهري ورجليا. عندنا واحد العرس قريب بقات ليه غير سيمانه، واش نقدر نتعلم؟ الجواب القصير لا. الجواب الطويل: الارض احتاجت ملايير السنين باش تولي هوسبيتابل للحياه. الشجره خاصها بزاف ديال الوقت وبزاف ديال العنايه باش تكبر. الدري الصغير خاصو على الاقل 4 سنين ولا 5 سنين باش يتعلم يهضر بلا ما يحبس ولا يتلف الكلام. شعرك بالشهوره باش كيقدر يطول شويه.
الراقصات اللي كتشوفيهم دابا راهم دوزوا سنوات من حياتهم كيتعلموا كيترينيو نهار على نهار بالابس اند داونز ديالهم. ايتها الفنه البقوصه، كيفاش تقدري تعلمي تشطحي من الزيرو سيمانه؟ ما يمكنش. نيكست، كنكون مع الناس كنوض كنشطح كيضحكوا عليا. اوكي، انا هنا ما غاديش نركز على الناس ولا على السبب اللي خلى الناس يضحكوا اصلا، غادي نركز عليك انت. عندك 3 ديال الحلول. يا اما ما تسوقيش وتبا للحياه، غتنوضي غتشطحي وكيما بغات تخرج غتشطح تخرج. يا اما غتمشي تسدي عليك بيتك وتبكي حيت ضحكوا عليك. يا اما غتنوضي تعلمي تشطحي بلا عكز عليك. هاد الحلول بثلاثه بهم صعاب، اختاري الصعيب اللي بغيتي. واش ممكن البنت تتعلم الا كبرات؟ يس، الشطيح ما عندوش عمر، التعلم ما عندوش وقت. غادي ديري خير في راسك الا نطي وبديتي كتشطحي اولا كتريني اولا كتجبدي اولا ديري اي حاجه، المهم تهلاي في الجسد ديالك. نيكست، علاش انا ماشي كرياتيف ملي كنشطح؟ تنبقى نقول بزاف الحركات. اوكي، نهار بديت كنتعلم كنت كنتفرج في روبي بزاف، كناخذ الحركات اللي كانت كدير وهذه حاجه عاديه، كنتفرج هنا وهنا، كنعزل الحركات اللي كيعجبوني وكنلوح داكشي اللي ما كيعجبنيش. ما كنتش كاع عارفه اصلا السبب اللي خلاني نشطح، المهم كنت كنشطح وصافي. داز الوقت لقيت راسي عندي واحد الباكاج في راسي ديال الحركات، فكنبقى كل مره نزيد هادي ونقص هادي، نتفرج في هاد الراقصه ونتفرج في هادي، انا مازال كندير نفس الحاجه. الحضاره الانسانيه كبرات بالنقيل، باش نرتبوا شويه المصطلح كبرات بالالهام. شي كيتانسبيرا من شي. حتى نتيا الفنه من حقك تنقلي الحركات، حيت الفنه الاخرى اللي كنتي كتفرجي فيها حتى هي بغات توري للناس شنو عندها. حتى تعلمي بزاف ديال الحركات وديك الساعه غادي يكون عندك ستايل ديالك بوحدك اللي غادي يطلع واعر، وحتى انت غادي تبداي تبريزونطيه قدام الناس يوليو حتى هما كيتانسبيراو منك. So we don't copy, we get inspired. next question. كنهمل بزاف الجزء العلوي في الشطيح. علاش نصي الفوقاني ما تنحركوش بزاف؟ هما غادي يكونوا بزاف ديال الاسباب اللي نقدر نقول لك انه اصلا الفوق صعيب ما كنخدموهش بزاف، ما كنتسوقوش ليه. الكتاف، الظهر، العنق، الدرعان، زائد انه كيروجوا بزاف للخصر في الشطيح. حنا البنات اغلبيتنا كنتسوقوا غير للنص التحتاني. نهار غتوعي بالجسد ديالك كامل
راه غيفيق وغادي يتحرك باش بالخدمه. واسهل حاجه اليوغا. وغير واحد الحاجه، واحد التريك بسيط غير باش يعاونك، الا بغيتي تركزي اكثر على نصك الفوقاني، طلقي شي اغنيه كيما كانت اوكي ديال الشرقي، جلسي للارض وخدمي غير بيديك وبكتافك وبعنقك وبراسك. حركي بزاف النص الفوقاني وما توقفيش، خليك جالسه. نيكست عافاكي علمينا حركات ديال الشعبي، علمينا شطحات ديال الشعبي وعلمينا الفيبرور. هادو كانوا اسئله من الفنات اللي غالبا ما كانوش عارفين باللي عندي يوتيوب شانل. كندير فيديوهات طوال ديال الشرقي وديال الشعبي. فايته درت فيديوهات بالشرح الممل على الفيبرورات ولا الشيميز، على الموجه واللويه، درت على الدورات تيرنز، درت الفيجر 8 ولا 8، درت المايا ولا اللفعه. وفي الشعبي درت التغربيله شرحتها مزيان، درت عليها فيديو سبيشال ديالها بوحدها، ومازال غنزيد نشرحها اكثر في فيديوهات اخرى. ودرت جوج فيديوهات اخرين درت فيهم ميني شطيحات ديال الشعبي مفصلين خطوه خطوه. وطبعا درت فيديوهات ديال اليوغا. علاش الجسم ديالي كيتزير ملي كنشطح؟ هذيك التزييره اللي كتحسي بها ستريس، مزيره على راسك. دماغك بغى يتعلم بالزربه وبغى يتعلم كلشي دقه واحده، وإلا كاع بديتي بشي حركه صعيبه وجاتك مستحيله، ستريس عاد ما كيلقى راحته اكثر وكيزيد يعشش ليك في ذاتك. ستريس راه لا مفر منه، خصوصا ملي كتكوني كتعلمي شي حاجه، ولكن تقدري تعاوني راسك بشي حويجات اللي كالميوك واحد شويه. اولا تفكري ان هاد الشيء راه غير شطيح، بالعكس شطيح باش غتحيدي التوتر اللي فيك. الشطيح غادي تطلعي به الهرمون ديال السعاده وغادي تحسي بواحد الفرحه في الشكل. والدليل انه ملي كتسالي شي شطحه فعلا تاركه شنو كتقولي؟ بردت الغدايد. ثانيا اختاري حركه وحده بسيطه بدي تجربيها، واخا جاتك سهله ديريها. الا درتيها زيدي حركه واحده اخرى بسيطه بحالها وديريهم بجوج. زيدي عليها حركه ثالثه. هانتي درتي كومبينيشن ديال 3 د الحركات بساط حولتيهم لشطحه. عاوديهم 2 مرات ولا 3 مع اغنيه اللي انت حافظاها وعزيزه عليك، وهانتي درتي شطحه كامله مكموله وزوينه بحالك. ثالثا حاولي تسدي عليك بيتك وتشطحي بوحدك، ولكن ماشي ديما. مره عيطي لصحاباتك وتجمعوا، واخا غير في ابل فيديو وشطحي قدامهم، حتى هذه كتحيد ستريس. وحاجه واحده اخرى، enjoy the process. الحرب هي اللي كتخلع ماشي الشطح. عافاك عطينا tips to look more feminine، يعني خطوات باش نبانو انثويات. ما كايناش شي حاجه اللي exact غادي تجي مع كاع البنات، ولكن I can help. شطحي على اغاني اللي كتحماقي عليهم، اللي حافظاهم، اللي عندهم علاقه مع شي حدث كان وقع لك زوين ولا شي حاجه نوستالجيك.
كتفكرك في شي وقيته زوينه مع شي واحد، ولا كتفكرك في شي بلاصه توحشتي ترجعي ليها. وماشي بالضروره تركزي على الخسر، شطحي براسك بيديك بشعرك، تخيلي راسك في بيسين كتشطحي وسط الماء، وديما شطحي بالعرض البطيء. واش نقدر نتعلم غير في الدار؟ طبعا تقدري. الا انا تعلمت بوحدي في بيتي فراه حتى انت غادي تقدري تتعلمي بوحدك، خصوصا انه دابا كلشي راه متوفر ولا لاكسي ساهل للمعلومه. تقدري تعزلي وتخيري اي راقصه عجباتك تبعي معاها، وإلا عجبك تفرجي في شحال من وحده انت حره، تبعي لك الشيء اللي بغيتي، غير هو عافاك ملي تبداي، بداي غير دقه دقه. final question: واش كديري الاونلاين كورسز؟ مازال، ولكن قريبا جدا جدا غادي نحط ستوري على هادشي في انستغرام، حيت عرفت باللي عيقت واحد شويه وتعطلت بزاف على الفنات اللي بعدت عليا، خصوصا اللي عايشات برا المغرب. فغادي قريب لونسي الاونلاين كورسز ديال البيلي دانس وديال الشعبي، غير بقاو معايا في انستغرام، تما كنحط كلشي. ما بغيتش نحط بزاف ديال الاسئله، حيت راه كاينين بزاف ديال الاسئله اخرين من غير هادو اللي كيتعاودوا، غير الفيديو قصير، فما بغيتش نعمرو بزاف ديال الهضره، حيت هذا كيبقى فيديو ديال اليوغا وخاص تكون شويه ديال ريلاكسيشن. فاذا بغيتو بارت 2 قولوها ليا باش ناخذ الاسئله الاخرين اللي بقاو وندير فيديو اخر. حاولت انني نجاوب بامانه ونجاوب شويه باختصار باش ما نطولش عليكم، حاولت نهضر على الحوايج المهمين، حاولت ما نخصمكمش، حاولت ما نعيقش ما نغوتش عليكم، لان ليسونسيال هنا هو انك تكيسي على راسك، ما تجلديش راسك. بغيتي تعلمي بشويه عليك، بغيتي تريني بداي تريني. It's not too late. ما عمر الوقت يفوت على انك تنوضي تريني، ما عمر الوقت يفوت على انك تنوضي تعلمي تشطحي. انت زوينه، فنه، بوقوصه، تهلاي في راسك وعطي الخاطر لراسك.